اليوم البحر راهو بزاف مهول والسباحه راهي ممنوعه، بصح الظاهره هذه عندها تفسير علمي دقيق وما جاتش هكاك برك. الحقيقه القمر هو اللي خلى البحر مهول، والحكايه كامل تبدا عند المد والجزر اللي هي ظاهره طبيعيه تصرى بتاثير الجاذبيه القمريه والشمسيه، واللي صار ارتفاع تاع منسوب البحر وبعد ذلك انخفاض، وهذا ما يعرف بالمد والجزر. والمد والجزر يصرى دائما وفي كل مره بصح بدرجات مختلفه، مرات يكون بزاف قوي كيما راهو صاري هاد الايامات، ومرات يكون منخفض. هاد المد والجزر يتاثر بتموقع الشمس والقمر بالنسبه للارض، هذه الشمس وهذا القمر. على بالنا بلي كلما زادت الكتله زادت الجاذبيه، بصح كلما زادت المسافه نقصت الجاذبيه. على هذه القمر عنده تاثير اكبر على المحيطات مقارنه مع الشمس، رغم انه الشمس بزاف كبيره بصح في نفس الوقت بزاف بعيده، وهذا لا يمنع انهم يخدموا كيف. وش هو صار في هذه الايامات هو انه الشمس والقمر راهم على استقامه واحده مع الارض، والقمر راهو كجديد اللي هو نيو مون ولا المحاق. كي يكون القمر في هذه الفتره راح يصرى المد الربيعي، معناتها الموجه تكون بزاف كبيره والمد يكون بزاف كبير مقارنه مع الجزر. هذه يصرى في البحر واش راهو صاري في هذه الايامات. ما تنسوش تخليوا لي رايكم في الموضوع وبالك تعوموا، ودوكا ما قعد لي غير نقول لكم تشاو.